راح اروح الى الشركه. انا بحكي لكم عن رواتب من 3000 3500 اورو، وفي بحصلوا اكثر على هو الساعات اللي بتضربها. هاي الوحش مرسيدس، وحش المرسيدس. فرجيهم كيف طبيعه الشغل، إنه كيف بتشتغل بالقانون. يا هلا والله شباب وبنات، شلونكم اخباركم؟ عساكم خير. اليوم عندنا حلقه ويا سائق الشاحنه. طبعا انا اليوم راح اروح الطريق اعتقد 15 دقيقه. سائق الشاحنه فلسطيني الاصل. راح اسوي حلقه الجزء الاول والجزء الثاني. اليوم الحلقه راح يكون معلومات، راح يكون نشوف لكم الشاحنه ونشوف لكم يعني طبيعه الشغل. فابقوا ويانا، لا تنسون اللايك والاشتراك، وان شاء الله راح تكون حلقه مهمه. وخلينا ننطلق. طبعا خليت العنوان وهاي جي بي اس هسه شغال واحنا بالطريق، ف 15 دقيقه ونوصل الى المدينه. يلا ابقوا ويانا. طبعا حاليا انا وصلت الى المدينه وجاي انتظر ابو سلطان سائق الشاحنه، فشويه وراح يجي. طبعا انا انتظرت هاي المحطه، هاي محطه الغاز هناك غسل السيارات. طبعا هسه وصل ابو سلطان. يا هلا استاذ زياد، شلونك انت؟ اخبارك؟ الحمد لله. كيف الاهل؟ الحمد لله كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. اليوم جو جو حلو ولا غلطه. شو البلان اليوم؟ شو راح نروح على الشركه؟ تمام، نروح على سيارتي اوكي. اللي الشركه ونطلع. راح اروح الى الشركه وشوف لكم الشاحنه اكيد. بعيد عن بيتي 2 كيلو 2 كيلو. 500. يلا ابقوا ويانا وخلينا نروح. طبعا حاليا احنا دخلنا الى منطقه صناعيه، لانه الشركه صاير في هذا المكان، مو سيد زياد؟ وي نعم، شركه صناعيه فيها جميع الشركات، فيها جميع يعني في بعيده تكون عن المناطق السكنيه. في فرص عمل موجوده برايك في هذا المكان؟ موجوده كثير، خاصه في المناطق الفلامانيه، في الفلاندرن موجوده افضل من الوالون. صح. في الشركه هاي بنتعامل معاها. طبعا هذه مخازن البنانا، هاي بنشوف هاي صناديق الموز هاي هناك. كل هذه مخازن تبريد، بخزنوا المواد زي هاي الموز. هاي هذا الموز اتلف. كم كرتونه؟ لا اله الا الله. هذا طبعا بيعملوه اتلاف، لانه هنا في بلجيكا عندنا اذا اتلفوه او اعطوه للعالم شركه التامين ما بتعوضهم، فبيضطر بحطوا برا يتلف على الاخر. بتيجي شركه لم الازبال او الشغلات المتلفه، بتاخذه بتوزنه على الكيلو وبتعطيه فاتوره انه اخذنا منك احنا 2 طن بنانا موز على الاتلاف على المحرقه. فهذول ال 2 طن الفاتوره بدخلها في الاقرار الضريبي تبع اخر السنه، عشان يعوضوه، على سبيل انه ما تنكتب عليه انه جابهم وباعهم وربح. وهذه بعض الاخطاء اللي بيقع فيها حبايبنا العرب، ويكون لسه جديد مش عارف في القوانين، مش عارف صح. خاصه اللي بده يبلش مشروع يكون عارف قوانين البلد والضريبه ودارسها مظبوط. صح. يعرف شو القانون الضريبي، يعرف شو اللي له، حتى ما يتورط في ما يتورط. انا مشتغل على اليمين من هون، على اليمين. هذه المخازن برضه احنا شغالين معاهم، برضه كل المواد المجمده، الخضار المجمده، بازيلا، فول، خيار، خضروات، كل شيء ناس مجمد. كل هذه السيارات لنا هي. احنا عندنا حوالي طبعا 163. ندخل هون على الشركه. هون راح ندخل على الشركه. عندنا 163 شاحنه، ما بين طبعا شاحنات الصغيره السي اللي هي 8 طن اللي بتوزع على المحلات الصغيره. عندنا بنشتغل في الباطون مكسر. هذا صديقنا برضه هي هون جاي اليوم. ندخل جوا ونصف هون ونصف هون. هذا المكتب طبعا لنا. وصلنا الى المكان، راح ننزل ونشوف لكم. ايه سيد زياد؟ احنا حاليا في الشركه. طبعا البارك اللي هو مكان استفاده الشاحنات بعد الشغل. عندنا المكتب هنا انا بداوم فيه برضه. عندنا المكتب عندنا الطابق الاول والطابق الثاني دائما مفتوح. طبعا هذا احنا طبعا الاحد ما بنداوم فوق. في فيديو اخر ممكن نطلع نفرجيهم كيف شغل الديسباتشر. لا انا ما شهاده الديسباتشر. تمام. كيف بنعمل احنا بلاننج، مخطط التوزيع، يعني المشروع اللوجيستيك للشوفيريه، كيف نعمل حلو، نحمل من الشركه الفلانيه الى المدينه الفلانيه وكذا. تمام. طبعا عندنا الشاحنات اللي زي هاي تحميل على الباج.
بتشتغل طبعا اللي شغله زي هاي انه بنفتح الباج من هون، التحميل بكون من هون، او التحميل الخلفي اللي هو على الكاي اللي هو على عرفته. هذه طبعا في عندنا حوالي 14 شاحنه شغالات على الكوكاكولا، او شغالات على عصير الشويبس، او على المياه اللي بنجيبها من فرنسا. ميه بلجيكا وهولندا كلها من فرنسا. فرنسا معروفه. لانه في فرنسا ارخص. فرنسا ارخص. صح. الميه والمشروبات العصائر في هولندا ارخص، بجيبوها هون. يعني بلجيكا احنا بنودع فرنسا اللي هو البافي، اللي هو الحجر البلجيكي. الحجر إنه موجود، إن الحجر ارخص من فرنسا. بيعملوا منه التروتوار، عندنا ارخص. يعني يعملوا الرصيف. اللي يعملوا الرصيف. يعملوا الرصيف. تاخذوا ناس طبعا انا وستيفان ممكن شويه كلمات. كلمات يعني نستخدمها هنا. تدخل هولنديه او باللغه الفرنسيه. بس راح نوضحها، مو مشكله. اذا عندكم استفسار طبعا تبعتوا للاخ ستيفان. مو مشكله. بنعاود نعيد شو الكلمات الموجوده. طبعا هنا في عندنا عصبتنا شركه كبيره. اليوم الاحد طبعا في يوم نبقى نعمل فيديو. في عندنا الجراج. الجراج في حال تصليح الشاحنه، تغيير العجلات، تغيير. طبعا عندنا حوالي 3 ميكانيكيه موجودين في الشغل هذا. ميكانيك. عندنا فينا نيجي نصور هون. احنا قاعدين نعمل شويه ترابو. فينا نمشي من هون. طب هون ولا نيجي من هون. في عندنا مستودع. في حال لما بننزل للزبون الباليتات اللي عليها الاغراض، بنيجي بنعطيه الباليتات الفاضيه. في عندنا هنا مستودع بنحط فيه، ادخل لك ستيفان. هذا المستودع بنحط فيه الباليتات الفاضيه. في عندنا طبعا ديكلار. طبعا الاخ ستيفان طبعا افترك رافع شوكيه. طبعا انا كشوفير برضه لازم برضه انه اكون اشتغل عليه. نفتح الغاز، هذا على الغاز بكون. هذا على الغاز. على الغاز. اللي عندك كان على الشاحنه مش حنات.